السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله كده هنفرز مع بعض الكرنب بطريقة سهلة وبسيطة جدا وجميلة، ان شاء الله هتعجبكم جدا جدا. طبعا اهم حاجة متنسوناش بدعوة حلوة من قلوبكم، وطبعا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس. كنت طبعا بوريكم كده الكرنب ما شاء الله اللهم بارك، ده اوانه. وطبعا في الشتاء يعني المحشي الكرنب ما شاء الله يعني محبوب جدا. طبعا نلحق ونفرز منه كده رمضان. كل سنة وانتم طيبين والايام الجاية، لان يعني هيبتدي يغلى بصراحة الكرنب، وهيشد يعني عن الاول بصراحة. جبت الكرنب كده زي ما انتم شفتوا، وقورت اول كرنبة كده، عينت الورق الاخضر كله اتخلصت منه، وزي ما شفتوا كده طلعت معايا الجدرة بكل بسهولة. طبعا الكرنب واحنا بنشتريه زي يعني تخلي بالك من النقطه ان انت ما تجيبيش الكرنبه التقيله او المكبوسه، لانها بتبقى بصراحه مهريه. والكرنبه اللي هي الخفيفه قوي دي ما بترميش ورق كتير، فنخلي بالنا من النقطه دي. يعني لا تجيبيها خفيفه قوي ولا تجيبيها تقيله قوي اللي هي محجره دي، بلاش منها. خلاص قورتها بالشكل ده. طبعا انا جايبه الكرنب بصراحه مش كبير قوي، على قد الحله اللي عندي. وطبعا دي بصراحه نقطه مهمه، على قد الحله اللي هتسلقي فيها هاتي الكرنب، ما تجيبهاش كبيره وتهدري فيها تقطعي فيها خساره، لان بصراحه بيتهدر منها كتير وبتتكسر. على قد ما تقدري هاتي على قد الحله اللي عندك. انا بصراحه بجيب على قد الحله اللي عندي اللي بسلق فيها الكرنب. بجيب الكرنبة بالحجم ده، جميلة جدا ومدورة كده زي ما انتم شايفينها، واللهم بارك. يعني شايلة ورق، وفي نفس الوقت مش مهرية من جوه ولا خفيفة ولا يعني قلبها فاضي. حطيت طبعا حلة على النار زي ما انتم شايفين كده، وحاطه فيها طبعا ميه. اول ما قربت تقلب كده رحت عصره فيها ليمونه، عشان بس الحله ما تسودش، عشان حله ألمونيا. او نحط شويه من الخل، وطبعا احط الملح ومعلقه من الكمون ومعلقه سكر في الميه. بصراحه بيخلي الميه يعني ما شاء الله بتبقى حلوه قوي. وبصراحه الكمون بيديه نكهه حلوه كده في سلق الكرنب، ما يخلوش ريحه خالص. حتى طبعا زي ما انتم شايفين كده على جنب الحل على طول على البوتاجاز طبق كده مليان ميه، عشان ايه نسلق على طول ونطلع فيه. حطت الكرنبه بنحطها من الناحيه اللي فيها ايه الضلوع، على الناحيه اللي هي قورناها وطلعنا منها ايه الجدره بتاعه الكرنبه. اه بالشكل ده زي ما انتم شايفين، مفيش دقايق وما ما بتكملش دقيقة، وبروح قلبها على الناحية التانية. اول ما بحس ان الضلوع استوت شوية بروح ايه مطلعة بالشكل ده، قلبها على الناحية التانية بالشكل ده. اه بالشكل ده زي ما انتم شايفين بقى، هطلع كده ورقة ورقة بالشكل ده. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، بتطلع الورقة بورقتها. وفي نفس الوقت يعني احنا ما قرصناش عليه في السليق قوي زي ما قلت، بنسلقه نص سليق، لان احنا هنفرزه يعني بالحال بقى. هيقعد معانا قد ايه؟ عايزه اقول لكم طريقه جميله قوي، ان شاء الله تعجبكم، جربوها وان شاء الله تعجبكم. طبعا هو مفيش، يا مدوبك بتشم النار بطلعها، يا مدوبك السخونيه. بصوا هو بيستوي اصلا من سخونيه الميه، هو بيستوي فيها. ما تقرصيش عليه قوي، لان احنا هنفرز زي ما قلت هتفرزيه، ما تقرصيش عليه في السليق قوي. وعلى طول بنحطه بميه بارده كده، بيوقف عمليه السوا بتاعته. اهو بالشكل ده. اهو بص الورقه بتطلع ما شاء الله اللهم بارك بورقتها زي ما قلت لكم. الكرنبه المهويه ما تبقاش مكبوسه قوي ولا تبقى خفيفه قوي، هترمي معاكي ورق. وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين بتطلع الورقه بورقتها، وبتطلع ما شاء الله اللهم بارك. يعني ما شاء الله ورقها حلو سليم، مش مقطع ولا مكسر. اهو لحد اخر ورقه هتطلع معايا بالشكل ده. بطلع زي ما انتم شايفين اهو، مفيش ثواني بطلع، ما يعني تعدي على ايدك ثواني كده وتطلع على طول. بالطريقة دي الورق بيبقى بصراحة ما شاء الله، وبيقعد يعني ما شاء الله في الفريزر، ما بيجرالوش اي حاجة. طبعا هحط الكرومبة التانية اهي. بصوا كنت بوريكم اهو زي ما انتم شايفين اهو، زي ما قلت لكم جايبة على قد الحلة ما شاء الله، لا هي كبيرة قوي ولا هي صغيرة قوي. طبعا جبت الاطباق دي جميله قوي يا بنات، بصراحه ما شاء الله حلوه قوي في التفريزات، بتبقى جميله وبالذات في الكرنب. الطبق بنص جنيه يعني ما شاء الله اللهم بارك، حلوه قوي بصراحه. شفتوا يعني جيت هنا بقى رصيت، بصوا رصيت الورق فوق بعض كده، الورقه على قد الورقه يعني كل الورقه قد بعضه. بعد ما حطيت طبعا الصفه كده في قلب المصفى، وهقطع الضلوعه بس اهي. بصوا الطريقه دي سهله جدا،
عايزه اقول لكم ما شاء الله لو معاكي 20 كرنبه هتقطعيهم في ثواني. اه طبعا التقطيعه بقى اللي انتي على قد الصباع المحشي اللي انتي هتعمليه هتقطعي الورق بتاعك. اه بصوا، اللهم بارك، يعني ما خدوش معايا ثواني الاربع كرنبات دول، يعني في ثانيه كده. وهعمل لكم برضو طريقتين تانيين اللي مش حابب الطريقه دي. بصوا الورق بوريه لكم، الورق ما شاء الله اللهم بارك رص كده فوق بعضه، ومش مهري ولا الورقه لازقه في التانية، لا، تعدي الورقه بورقتها كده. قطعت كده، بصوا الورق عامل ازاي، اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله يعني. طبعا بسوي بس الاطراف كده عشان عايزه يبقى ايه الورق شكله حلو ومساوي. جربوها ان شاء الله، الطريقه دي هتعجبكم وكل سنه وانتم طيبين، عشان دخلت رمضان بقى عايزين ايه نتفرغ للصوم والصلاه والعباده، يعني ربنا يتقبل منكم صيامكم وصلاتكم، امين يا رب العالمين. ويا رب كده يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين، ويكون شهر الخير علينا اجمعين يا رب. وزي ما شفتوا كده برص في الطبق، اللهم بارك، بيطلع الرصة برصتها وورقتها. يعني بصراحة جميل جدا الطريقة دي، انا والله معتمداها من قبل حتى ما افتح القناة. دي طريقتي ما بغيرهاش في سلق الكرنب والتوضيب وبالطريقة دي يعني ما شاء الله. دي بقى طريقة تانية هعملها معاكم برضو، دي الطريقة بقى بتاعت امهاتنا، وانا برضو بصراحة ساعات بعملها يعني. مش شرط يعني، كل واحد على حسب ما بيرتاح. ممكن ترصيه بالشكل ده في قلب الطبق من غير ما تورقيه كده، لكن انا بصراحة بحب اقطعه كده وارصه الرصة دي اهو. بحط الورقة على الورقة وبقطع الورقة قد التانية بالظبط زي ما انتم شايفين كده. دي طريقة امهاتنا، ربنا يديهم الصحة يا رب ويخليهم لنا يا رب، ويرحم الامهات المتوفيين وامة المسلمين يا رب العالمين، ويرحم كل اموات المسلمين يا رب، ويديكوا الصحة وطولة العمر يا رب. اهو بقطع وبرص كده. عايزه اقول لكم ما شاء الله، بصوا صوريكم ما شاء الله الورق جميل صراحه، سليقه حلو قوي. اللي هو مش مهري ولا الورقه كده يعني ناشفه، لا، ما شاء الله. بصوا عامله ازاي الورقه، كنت بوريها لكم اللهم بارك. برص بقى، دي طريقه التالتة بقى. ممكن ترصي كده فوق بعضيه الورق اهو، وتجيبي بقى السكينة وتروحي قطع الضلوعة بس اهي. بصوا احنا ما هدرناش منه كتير خالص، لان بصوا زي ما اوريكم اهو. وعايزه اقول لكم ان الضلوعه دي احنا مش بنرميها، احنا بنعملها حاجات يعني بناكلها برضو بصراحه اهو. بصوا ما شاء الله، يعني ممكن نخللها، ممكن نعملها بشويه رز، يعني صراحه بنستفاد بكل ورقه في الكرنب. والورق الاخضر طبعا بنرميه للطيور عندنا الصراحه. يعني الكرنب ده كله ما شاء الله خير، يعني ما شاء الله. اه بصوا بساوي الاطراف بس زي ما انتم شايفين، اللهم بارك، وبقطع كده جميله جدا. بصوا الورق يا جماعه عامل ازاي، بصوا الطبق اللهم بارك، يعني بسم الله ما شاء الله. طبعا دي مش كرومبه واحده، لا، ده احنا دي خدناهم من كرومبه ما شاء الله. يعني احنا يعني انا بهمله الطبق عن كده الصراحه، بعمله كبير عن كده، لان احنا ما شاء الله اسره كبيره شويه. ربنا يزيدكم ويزيدنا يا رب، ويخلي لكم اولادكم يا رب تفرحوا بيهم. فبعمل يعني ما شاء الله الطبق كبير شوية، ده طبق كبير مش صغير على فكرة. الطبق ده اللي هو بياخد كيلو يعني من اي حاجة. صراحة جميل جدا، الاطباق دي جميلة قوي يا بنات بصراحة. طبق بنص جنيه يعني ما شاء الله، ممكن تحطي فيه تفرزي فيه اي حاجة، يعني بصراحة ما ياخدش مكان كبير في الفريزر، وبيبقى حلو قوي، بترصيه فوق بعضيه كده بيبقى جميل قوي بصراحة. هنا كنت خلصت، كنت بوريكم شويه الكرنب اللي طلع من الكام ورقه اللي احنا عملناهم الاولانيين. هنا كنت خلصت اللهم بارك، ورصيت الاطباق بتاعتي كده. مش عايزه اقول لكم ما خدوش يعني ما شاء الله في ثواني كده. طبعا بيسهل عليا كتير بصراحه، ببقى عايزه اعمل محشي في اي وقت. هنا كنت بوريكم الضلوع اللي طلعت والورق اللي طلع. طبعا مش هنرميه، هنعمل بيه حق ان شاء الله، هنعمله مخلل او هنعمله بشويه رز وناكله. احنا كده بصراحه بنعمله كده على طول. هنا كنت بوريكم بقى ما شاء الله اللهم بارك. طبعا ما تنسوش اللايك، اهم حاجه اللايك. خلصت كده. بسم الله ما شاء الله، يعني في اقرب وقت ببقى عايزه اعمل محشي الصراحه، بيسهل عليا كتير جدا. بطلع الطبق على مثلا يكون عندي صلصه، طبعا جنب شويه ورق عنب، او جنب مثلا شويه بتنجان، على شويه على فلفل، على كوسه، يعني زي ما بتحبي بقى تشكلي. هيبقى عندك الطبق سهل جدا، هتطلعيه في ثواني، وعبل ما هتخداه وتعملي هيكون الكرنب فك معاكي.
مش هتحطيه ولا في ميه سخنه ولا في اي حاجه. عندك اكياس هتدخلي الطبق فيه، ما عندكيش هتلفي زي كده. انا لفيته بالورق الاسترتش كده الطبق، طبعا عشان ما فيش اي حاجه طوله ولا بيعمل على فكره ريحه والله في الفريزر ولا اي حاجه، يعني عشان الناس اللي بتقول لا ده بيعمل روايح، ولا لا والله ولا ريحه ولا اي حاجه. معلقه الكمون اللي هنحطها في الميه دي هتمنع اي روايح ليه. وطبعا بنقفله كويس زي ما انتم شايفين كده بالورق الاسترتش، او بتدخلي او اكياس، لو عندك اكياس كبيره ممكن تدخليها في قلب الطبق، او شنط، يعني مش شرط بصراحة. بس عايزة اقولك بصراحة بأمانة الاطباق دي جميلة، جربيها يعني، هاتيها وفرزي فيها، بصراحة حلوة قوي، ما بتاخدش مكان في الفريزر وهتريحك. الطبق بيطلع بطبقه كده يعني ما شاء الله. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبحبكم طبعا في الله جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا. وطبعا ما تنسوناش بدعوة حلوة من قلوبكم، وما تنسوناش باللايك والاشتراك، واللي اول مرة يشوف قناة انا وبناتي ينزل كده على طول ويشترك فيها عشان عيلتنا تكبر بيكم. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب كده في الخير اجمعين يا رب لينا اجمعين. انا اخواتي من بره مصر وجوه مصر بحبكم في الله جدا جدا. فيديو كان بسيط وسهل بس حبيت اعمله معاكم، وكل سنة وانتم طيبين، وبحبكم في الله. مع الف سلامة يا احلى اخوات في الدنيا.